ناس كتير قوي بقت تشتكي وتقول أنا تعيسة. هل يا ترى تعاسة كتير من الناس سببها الحياة ولا طريقة تفكيرهم؟ لو بتدوروا على السلام الداخلي لازم تبصوا الأول على مصادر التعاسة اللي بتسحب منك طاقتك وسعادتك من غير ما تحس. طب ايه رأيكم؟ تيجوا نستكشفها سوا مع بعض؟ بس زي ما اتعودنا، سبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس وما تنسوش الشير. يلا معايا. أول مصدر من المصادر دي المقارنة المستمرة. هو عنده وأنا لأ. يا جماعة كل واحد فينا له رحلة مختلفة، والمقارنة بتسرق فرحتك. طب العيش في الماضي ممكن يكون له سبب؟ طبعا. يا جماعة اللي فات مات، والتفكير فيه بيحبسك في وجع انتهى خلاص وعدى وفات. خليك في اللي موجود دلوقتي. تالت حاجة معايا إرضاء الناس على حساب نفسك. أصل عمرك ما هترضي الكل، بس ممكن ترضي ضميرك وتكون مرتاح. وكمان بقى نشوف التحكم الزايد، ودي رابع حاجة معانا. في حاجات يا جماعة مش بإيدك، سيبها لربنا وعيش لحظتك. ويا سلام بقى لما نروح للكلام السلبي مع النفس، ودي آخر حاجة. زي بالظبط كده لما بتروح تقول لنفسك أنا فاشل، أنا عمري ما هنجح، أنا هفضل طول عمري كده في مكاني مش هتحتح. كلامك لنفسك يا جماعة هو مفتاحك الحقيقي للثقة أو التدمير. خلي بالك، السعادة قرار، بتبدأ من وعيك وطريقة تفكيرك. مصادر التعاسة كتير، أنا بس اختصرتها في الحبة اللي فاتوا. عيش دايما بجزء من الوعي. خليك دايما في اللحظة الحالية اللي انت بتعيش فيها. كلامك لنفسك ركز فيه. السعادة قرار، وافهم نفسك كويس وابدأ خد الخطوة.